لو دققت هتلاقي ان كلنا في رحله بحث دائم على مدار حياتنا عن عنصر واحد بس، هو الامان. جات لي رساله من صديق كان بقالي فتره كبيره ما اتكلمناش، صديق الطفوله خالد. خالد صديق وجار قديم، ومن الناس اللي بعتوا لي رسائل كان حابب ان القصه بتاعته الناس تسمعها. بيحكي خالد بيقول ان هو عنده مشكله دايما مع غياب الامان، وان دي نقطه ضعف، وبيقول ان دي نقطه ضعف اي حد في العموم يعني. لكن هو بيحكي عن تجربته هو الذاتيه، ان المكان اللي ما تحسش فيه بالامان او العلاقه اللي ما تحسش فيها بالامان امشي وانت الكسبان. خالد خريج كليه علوم بتقدير جيد جدا، لكن الظروف ما خدمتوش في ان هو يشتغل في تخصصه، فاضطر يشتغل في واحده من شركات نقل الاموال والحراسه وكده. اشتغل موظف، حاجه تمشي الحال بدل قعده البيت، وفي نفس الوقت برضه كان خاطب بنت كان بيحبها جدا يعني، وكان بينهم قصه حب معظم اللي حواليهم يعرفوها. كان عنده مشكلتين، مشكله في مديره ومشكله في البنت اللي كان بيحبها، رغم هما الاثنين بيحبوا بعض حب افلاطوني زي ما بيتقال يعني. بس البنت دايما كانت بتيجي تتك على حته تلاكيك بقى، اللي هو ايه، لا انا مش هكمل، لا انا اي حاجه انا مش هكمل، اي خصام صغير خد دبلتك، اي مش عارف ايه، لا احنا مش هينفع نكمل مع بعض. كل شويه تهديد بالترك، بان انا اسيبك، بان انا مش هينفع اكمل معاك. ما كانش فيه امان في العلاقه بالنسبه له هو يعني. في لحظه معينه ممكن البنت اللي بحبها واللي حاسس فيها بان هي ظهر ليا وسند تسيبني. تعالى بقى بالتوازي في الشغل بتاعه، كان بيعاني من وجود مدير، راجل من الناس اللي هم كانوا على المعاش والشركه جابتهم عشان خاطر يشتغل مدير. الراجل ده كان عنيف وكان سليط اللسان قوي يعني، كان لسانه طويل بشكل يعني منفر. حد مثلا اتاخر 5 دقائق يروح شتمه، حد مثلا يغلط غلطه صغيره يروح خاصم له نص شهر. كان قاسي جدا وراجل عنيف يعني، ودايما يهدد بالطرد يعني هو يعني خالد محشور بين الاثنين، خطيبته دايما بتهدد ان هي هتسيبه، ومديره دايما بيهدد بالطرد، بيهدده هو وغيره يعني. لغايه ما في مره جت والدته تعب جامد شويه جدا يعني، فخدها بسرعه، وهو خالد وحيد والدته، خدها طلع بيها على المستشفى. دخلوا الاستقبال، اتحجزت والدته في عنايه مركزه. طبعا الولد يوم كامل هو بعيد عن كل حاجه، موبايلاته مقفوله واتاخر عن شغله وكده. خطيبته كانت بتكلمه، لقيت تليفونه مقفول 7 8 ساعات. في الشركه تاني يوم المفروض يوصل الساعه 9، وصل الساعه 10 الا ربع، من غير ما يقول لهم يعني، ولا يقول لهم ان حصل كذا كذا لوالدتي يعني. لما وصل للشركه او لما طلع في مكان فيه شبكه الصبح، لما طبق وطلع يفتح موبايله، لقى خطيبته بعتله رساله بتقول له اكلمك من امبارح بالليل ما بتردش عليا، موبايلك مقفول، احنا مش هينفع نكمل مع بعض. اللي هي الكلمه اللي باين اللي هي بتقولها على طول. وصل الشركه، راح لقى المدير، ما كلمش خطيبته خالص، وصل لقى المدير بيقول له انت اتاخرت ليه يا زفت، يا زفت. هو نطق الكلمه كده بالظبط، طبعا كلمه يعني اللي هو ايه، وانا راجل موظف مش حد صغير يعني. قال له يا زفت اتاخرت ليه؟ قال له ايه يا ايه؟ قال له يا زفت اتاخرت ليه؟ مخصوم منها 5 ايام، ولو اتكرر الموضوع ده تاني انت مطرود. فبيقول لي ما حسيتش بنفسي، ورحت كان قدام المدير كوبايه نسكافيه سخنه موحوحه يعني، مسك الكوبايه وراح كببها على المدير، كببها على هدومه مش على وشه يعني. وقال له انا ابويا رباني وعلمني وخرجني من احسن كليه، مش عشان انت تيجي تقول لي يا زفت، انا ليا اسم. وراح مقدم استقالته ومشي. واول ما خرج راح مكلم خطيبته وقال لها انا مش هكمل معاكي، وانفصلوا. انا هعمل باللي انت قلتيه، ومش هينفع فعلا نكمل مع بعض. خالد بيقول من اللحظه دي اتعودت ان انا ما حدش يقايضني او يفاوضني او يبتزني بالامان. غياب الامان معناه استحاله التواجد. في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جاب الأمان بعد الشبع من الجوع كتاني أهم شيء بيتطلبه الإنسان في حياته. لو حضر الأمان حضرت معاه كل أسباب الراحة النفسية، وزادت قدرتك على التحمل لأضعاف مهما قابلت من صعوبات. أمان إن مكانك في قلب الناس اللي بتحبهم موجود وثابت وغير قابل للاستبدال. أمان إنك أنت مش هتتفهم غلط وأنت على طبيعتك. أمان إنك أنت مش عبء على حد. امان ان تعبيرك عن مشاعرك مش هيخليك تندم. امان ان السعي له نتيجه. امان انك انت واخد حقك في شغلك زي ما تستحقه بالظبط بدون ما حد يستغلك او يحسسك بعدم التقدير. الامان من علامات الجنه على الارض، وهو ده اللي معظمنا في رحله بحث دائم عنه في كل اشكال العلاقات الانسانيه. مش عايزين غيره، في وجوده هنكمل، وفي غيابه هنقلب الصفحه وندور عليه في مكان تاني مع ناس تانيه. شمس التبريزي قال والامان اعلى منزله من الحب، فلا تقترب ابدا حين تنبهر، اقترب فقط حين تطمئن.